في فجر هادئ من عام 1882 ولد طفل في قرية أكدير بين جبال الريف المغربية. لم يكن أحد يعلم أن هذا الطفل النحيل سيكون يوما من الأيام كابوسا للامتعمار الإسباني والفرنسي ورمزا للمقاومة في العالم كله. سموه محمد بن عبد الكريم الخطابي، لكنه سيعرف لاحقا باسم الأمير عبد الكريم. نشأ عبد الكريم في بيت يفيض علما ودينا وشرفا. كان والده قاضي القبيلة، وكان هو فتى ذكيا هادئ النظرات، لكنه يحمل في داخله نارا لا تهدأ. حفظ القرآن صغيرا، ثم شد رحاله إلى جامعة القرويين في فاس، فنهل من العلم حتى أصبح عالما وقاضيا وصحفيا. حين عاد إلى الريف، رأى وطنه يئن تحت وطأة الاحتلال الإسباني، والظلم يمتد إلى كل بيت. وكان قلبه يغلي، فالقاضي والمفكر في داخله بدأ يتحول إلى مقاتل. عام 1921 اجتمعت قبائل الريف في واد ضبابي تحيط به الجبال. وقف عبد الكريم أمامهم ورفع صوته قائلا: لن يحررنا أحد إن لم نحمل السلاح بأيدينا، ولن نصون كرامتنا إن لم ندافع عنها بدمائنا. كانت تلك اللحظة بداية ثورة الريف. رجال بسطاء يحملون بنادق قديمة يواجهون جيشا إسبانيا مدججا بالمدافع والطائرات. لكن الإيمان كان أكبر من الحديد. في صيف عام 1921 كانت معركة أنوال. خرج الخطابي ومعه 5000 مقاتل من الجبال، يحيط بهم الصمت، بينما يقابلهم جيش إسباني من أكثر من 20,000 جندي. لكن ما حدث فاق كل التوقعات. انهارت القوات الإسبانية أمام هجمات الريفيين الخاطفة الذين قاتلوا بشجاعة لا تصدق.